انضم معنا على الهاتف الاستاذ عيد الثقيل رئيس تحرير صحيفه الرياضيه. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. مساك الله بالخير اخوي تركي، ومساء الخير على ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نايف والاخ محمد. علوا لنا الصوت يا شباب، علوا لنا الصوت عشان يسمع ابو عبد الله ويسمعون المشاهدين مضبوط. نايف، اليوم عيد اليوم نزل خبر في صحيفه الرياضيه ترك ردود فعل كبيره في الاوساط الرياضيه، صدر على اثره بيان من اتحاد القدم، ويبدو انه كان الخلاف في او نقطه التوضيح اللي من اجله صدر البيان بانه احنا ما اتصلنا، هو اللي اتصل، احنا ما تدخلنا وشرحنا له فقط اللوائح والطرق النظاميه. الرياضيه يقولون عندهم غدا ما يثبت انه عدم صحه البيان، وفي اعتراف من الرئيس. حطنا في الصوره كامله الله يخليك. والله شوف، يعني انا عاده تركي ما احب اعلق على خاصه الاخبار اللي تكون في الصحيفه والا تكون في الصحيفه نفسها، لكني بحقيقه يعني ما ابي اقولها يعني الان وجه ولو، لكني مضطر اني يعني اقدر مهنيتك العاليه، اقدر دائما احترامك لزملائك يعني في المهنه، دائما يعني ما تطرح قضايا تمس اي جهه اعلاميه او حتى زميل الا تتواصل وتاخذ الراي والطرف الاخر. هذه حقيقه اقدرها لك، وهي نادره في الوسط الاعلامي السعودي، يحترم الزملاء وتقدير اللي بقوله انا فعلا انه هذا الخبر اليوم الجميع طلع عليه، احدث ضجه. انا يعني استغرب حتى الضجه يعني الكبيره. انت ذكرت قبل شوي ايش المشكله حتى اذا كان الاتحاد السعودي يعني يحاول حل مشكلات كثيره لكثير من الانديه، يعني ايش النصر يعني بالذات اكيد انه يمكن يقدم مساعدات لانديه اخرى او حاول يحل مشاكل مثلا بين انديه اخرى واطراف اخرى، وشفنا يمكن حتى الرئاسه العامه رعايه الشباب تدخلت مع نادي الاتحاد السعودي، حلت كثير من القضايا تخص نادي الاتحاد السعودي. عموما مو موضوعنا هذا. انا اليوم تلقيت اتصال حقيقه من الاستاذ احمد عيد، كل الاحترام والتقدير. احنا على فكره احنا ما تكلمنا يمكن على هي نقطه الخلاف، احنا قلنا تم التواصل بين احمد عيد وبين اللاعب، او انه حتى تواصل. يمكن الكلمه ما كانت واضحه رغم انها يعني ما كانت تبين مين الاتصال كان قادم من عبد العطيف ولا مين اللي راح يسدد الفاتوره، ما ذكرناها احنا يعني عرفت. لكن لا بس شوف هم لا معلش عيد، بس هم واضح انهم يعني التقطوا هالموضوع وحبوا يوضحوا، يعني هم ما نفوا. ما عندي مشكله انا اقول خليني اقول لك شيء، هم ما نفوا التواصل يعني مأكدين عليه، بس هم قاعدين يقولون ترى احنا ما كلمنا، هو اللي كلم علينا يعني، وترى يفرق شوي الموضوع. حتى ما ذكر يعني اني انا ابادر غير انه اللاعب يتصل علي ويسالني، بس عشان هنا تكون التوضيح في البيان. قول. خليني اكمل لك الحديث. فكان احمد عيد وضح لي بالنقطه انه اللاعب هو من اتصل عليه، مو الاستاذ احمد عيد من اتصل. قلت له سهله هذا الامر نوضحه بكره ابد. اللي تحتاج اي امر يحتاج توضيح، اي امر عندك يحتاج في هالموضوع اليوم مستعدين ونحط في المساحه، ما عندنا اي مشكله. قال لي والله انا، وذكر لي بعض النقاط انه هذا اللي صار كذا 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 في مكالمتي مع. طب قول لنا كذا عيد يعني اوكي طبعته خلاص. شوي اقول تركي خلينا شوي تحرق علينا كل شيء. لا طبعته خلاص، بنشتري كل النسخ بكره، بس عطنا التوضيح يعني. ابدا صادق يمكن على كلامنا كله. ايه حلو. وانه قدم نصائح للاعب، نصائح ابويه. عرفت لي عبد العطيف، عرفت بعدم التصعيد وامور اخرى حتشوفها في البيان. طبعا قال لي، قلت له طيب راح ننزل هالموضوع عنك. قال لا انا ما ابغى ارد على لاعب بهذا اللفظ، ولا راح اعقب على لاعب واعقب على الموضوع، يعني ليش ما كلمتوني امس وما ادري ايش. قلنا احنا الموضوع الان هو صحيح ولا مو صحيح. طبعا هو كانت نقطه الخلاف اللي انه هو اللاعب من اتصل وليس احمد عيد. لا بس هو قال لك طيب لحظه خليني اكمل. لا بس عشان اتاكد، بس هو قال لك انه قدمت له نصائح يعني اوكي، وذكر لي النصائح وذكر لي اوكي. المهم انه قلت له طيب التوضيح على لسانك. قال لي ما برد على لاعب بهاللفظ. طيب كيف يا ابو رضا راح يعني نوضح؟ قال انسبوه لي بس بطريقتكم. شوفوا عاد انت رئيس التحرير وانت حلها بهذا اللفظ. قلت له اوكي خليني اشوف. انا كنت خارج المكتب حقيقه في ذاك الوقت. قلت له خليني على ما اوصل المكتب افكر الموضوع واشوف الطريقه اللي نوضح الموضوع وننسبه اليك بدون تصريح منك. فجأت عند وصولي المكتب انه في بيان تكليف وعلى لسان الاستاذ احمد عيد. اتصلت عليه وقلت له انت طلبت مني تصريح وذكرت لي اشياء كثيره في المساله، لكن تفاجات انك تصدر بيان.
في نفس الوقت اللي انت تكلمني فيه. فذكر لي انه كان قبلها البيان وطلع وما ادري ايش، اذا في بالبيان ما فيه الاشكاليه. قلت لا ما راح نكتب فيه، احنا بنوضح. قال ممكن توضحون حتى في النهايه. يعني قال انا مضطر اني احكي تفاصيل المكالمه لانه البيان كان يمس مصداقيه الجريده ويمس يعني حقيقه يعني السبق الصحفي اللي قدمته الجريده. يعني انا ما ارضى مؤتمن على هالجريده، ما ارضى انه احد فعلا يشكك في مصداقيتها. طيب خلينا اسال هنا. هو يعني بس عشان نكون احنا دقيقين عيد، هو في البيان يقول بأن تم إبلاغ اللاعب بأن هناك أنظمة وقوانين في الاتحاد ولجانه تكفل له حقوق أسوة بجميع اللاعبين، ولم يتم التدخل من قبلنا أو من مجلس إدارة الاتحاد في موضوعه. هو يقول أنا قلت له إنه في لوائح وقوانين، وأنت تقول إنه قال لك إنه قدم له نصائح أبوية. صحيح. وذكر لي أيضا إنه ذكر للاعب إنه الموضوع عند لجنة الاحتراف في قنوات رسمية، لكن أنا أنصحك يا كابتن بكذا وكذا 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 بحل المشكله عموما. يعني هي باختصار عشان يعني من هذا عرفتها وديا، وانه عدم التصعيد. المهم لما قلت لك الاستاذ احمد عيد، فذكر لي انه انا اتمنى، وانا فعلا لا زلت يعني حتى الامور فعلا ما هي شخصيه، وقلت له انه ابدا حتى اختلافنا معك يعني انت من حقك انك تصل وانا من حقي اني احمل جريده. فذكر لي قال لي اتمنى انه ما يكون التوضيح بكره نازل عندكم، انه يكون رده فعل شخصيه على البيان. قلت لا ابدا، التوضيح بيكون بحقائق فقط، ولا راح يكون فيه ردود فعل شخصيه ولا شيء راح يمس مثلا شخصك. واحنا فعلا كل الاحترام والتقدير، يعني رجل خدم الرياضه السعوديه بشكل كبير، لا يمكن فعلا نشكك فيه او انه حتى نمس شخصه الكريم. فحتى طلب مني انه التوضيح اللي بتذكرونه بكره ايش هو، فذكرت له بنص يعني نص العباره انه انت ما شاورتني على البيان قبل تصدره، فما راح اقول لك على التوضيح قبل اصدره، تقرا بكره. وانتهت المكالمه على كذا. طيب خليني اسال سؤال اذا تسمح لي عيد. لو كنت انت يعني مثلا خلينا نقول يعني جدلا المستشار الاعلامي للاتحاد القدم، زين، وعرض عليك الماده الخبريه اللي نزلت بالصحيفه، بالنسبه لك في فرق؟ يعني يفرق معاك لما تكتب الصحيفه انه التواصل بين اتحاد القدم واللاعب، او ان اللاعب اتصل على اتحاد القدم او اتحاد القدم اتصل على اللاعب؟ يفرق معاك مثلا كمستشار لو كنت انت مستشار اتحاد القدم، ولا تقول كله واحد؟ لا ابدا. شوف، من حقه وفعلا هنا حتى تقول لي كمستشار من حقه ومن حق اي مستشار يكون بجانب احمد عيد انه يذكر له يصلح. بس انا كنت اتمنى من الاستاذ احمد عيد انه يوضح لدى الصحيفه، وانه ما يكون كلمني ويصدر البيان. يعني انا احترمت مثلا اتصاله فعلا وانه يبغى يوضح. لا بس انا ليش هنا اسالك عيد؟ انا ليش اسالك هنا؟ لانه انت اليوم لما تكون مستشار لاتحاد القدم، او خلينا نقول كمتلقي، تتوقع انه يفرق عند المتلقي اذا كان اتحاد القدم اللي اتصل او عبد عطيف اللي اتصل او كلمه تواصل بينهم، يفرق ولا ما يفرق؟ والله يا تركي، شوف يعني ماني مستشار بامانه الاتحاد القدم ولا اقدر اعلق على لا بلاش استشار. لا كقارئ عادي تتوقع يفرق ولا ما يفرق؟ هذا حسب ثقتهم في نفسهم يا تركي. يعني شوف انا اقول لك بامانه، لانه عارف ليش يعني عيد؟ خلنا اقول لك شيء. انا اليوم لما اقرا الخبر في صحيفه الرياضيه واقرا انه تم التواصل، اول شيء يجي في بالي ان اتحاد القدم بادر، لكن لما يصدر بيان من اتحاد القدم يقول اللاعب اتصل، زين، ممكن الموضوع هنا يكون له وقع مختلف. انا اقصد هنا سؤالي لك عيد، هو يفرق ولا ما يفرق؟ بس هذا هنا تحديدا سؤالي. الناس ترى انه يفرق، وقلت لك من حق الاتحاد القدم يا اخوي تركي انه يعلق، ومن حقه انه يوضح. لكن انا ايضا المستشار الاعلامي كان بجوار الاستاذ احمد عيد، انا كنت اتمنى انه لما صدر البيان انه كان وضح كامل ما دار في المكالمه بين عبد عطيف وبين رئيس اتحاد القدم. ما ذكر النقطة فقط اللي هي انه نصائح ابوية قانونية. اي لا، اتبع الطرق القانونية يا كابتن عبد، صح ولا لا؟ وتاخذ حقوقك. لا، كنت اتمنى انه ذكر كل شيء، وذكر حتى محاولات، وانا اقولها الان، ذكر محاولات رئيس اتحاد القدم لانهاء الموضوع ورفض اللاعب لكل الحلول اللي طرحها رئيس اتحاد القدم. يعني في محاولات. هذه حتى اضافيه، هذه جديده الحين تعطينا اياها الحين. وعلى فكره بقول لك شيء يعني بامانه، كل شيء عندنا نملك عليه التسجيلات الصوتيه اللي تثبت يعني فعلا صحه موقفنا،
ولا راح نضطر. انا قلت لك انا يعني اضطررت هنا بعد بيان اتحاد القدم اني اكشف تفاصيل المكالمه، لكن اتحاد القدم لا يخليني اضطر ايضا انشر كل التسجيلات الصوتيه. وش فيها تسجيلات صوتيه ثانيه في نفس الموضوع؟ في نفس الموضوع. طيب لو صدر الحين مثلا تعليق من اتحاد القدم، مثلا احد داخل معانا او صدر بيان، ترجع تعلق ولا خلاص؟ لا انا اقول لك في وقتها بنشر كل التسجيلات الصوتيه الموجوده واخلي الحكم للقارئ وله. طيب حتنشروها فين؟ لو نويتوا بنشرها في الموقع الالكتروني عندنا، بنشرها في كل وسائل التواصل الخاصه بالجريده. طيب نايف عنده سؤال، قول نايف. التسجيل ما بين اللاعب وما بين رئيس الاتحاد؟ كل التسجيلات عنده كل التسجيلات موجوده. لا اسال هنا سؤال. لحظه نايف فتح لي موضوع جديد. عندكم تسجيل بين احمد عيد وبين عبد عطيف؟ عندي تسجيلات، مو تسجيل واحد، عندي تسجيلات كل ما قيل ومن الاطراف كل. لا انا اسال عبد عطيف واحمد عيد، عندكم عليهم تسجيل مكالمتهم الاثنين فيما بينهم؟ طيب بقول لك شيء يعني ولا راح يعني ايوه قول. اتكلم في مساله التسجيلات. عندنا تسجيلات من كل الطرفين اصحاب القضيه. أنا من كذا يعني ما اعتقد فيه. لا اكيد طبعا انا ممكن اخذ تسجيل من عبد العطيف الحين، تسجيل من عيد وتسجيل من احمد عيد. انا اسال هل عندك انت شيء يثبت المكالمه اللي صارت بين الاثنين، يعني مكالمتهم مع بعض بعيدا عن الرياضيه، احمد عيد وعبد العطيف، اللي فيها النصائح الابويه او فيها مثلا مثل ما قال بيان اتحاد القدم انه فقط شرح اللوائح والانظمه؟ عندك التسجيل الصوتي للمكالمه؟ عندنا تسجيل صوتي باعتراف الشخصين اطراف القضيه. اكثر من كذا تركي يعني طلعوه علشان الناس تكون واضحه يعني. لا ماني مضطر الحين اطلع التسجيلات. الرجال يقول ما تم تداوله عارم من الصحه تماما. احنا بكره ننزل يعني مثلا ما حد لحظه، احنا بكره منزلين كل ما حدث بين الاستاذ احمد عيد وعبد العطيف، لو صدق على كلامنا. منزلين ايضا كل ما دار بيني وبين احمد عيد في المكالمه اللي اليوم جرت بيننا والمسجله ايضا. عارف كيف؟ كل هذه نازله بكره، كل اعترافات احمد عيد نازله بكره موجوده عندك. فانا اقول لك حتى لو صعد اتحاد القدم ما اعتقد انه راح يصعد، يعني انا متاكد تماما لانه يعرف انه ما راح يكسب الموضوع. طيب والله في اسئله كثير يا عيد جايتنا هنا لك، لكن انت وعدتنا انك تطلع معنا قريبا. والله خلينا نقولها كذا على الهواء، ايش رايك؟ قول اللي عندك اللي نقدر عليه. لا يعني لا ما نبغى سؤال في مداخله، نبغى احنا تحضر عندنا يوم كذا تشرفنا في البرنامج. ابدا. انت واعدني من زمان ترى، بس يا كثر بتسافر. ابدا. لا ابدا، بس انا عندي شوف يعني بامانه شوف احنا نبحث عن الخبر، ما لنا علاقه باي اطراف يعني الخبر، ولا لنا علاقه باي نادي. البعض مثلا اقولها لك تركي مثلا يتهمنا مثلا انه اخبار مثلا نادي النصر والله توني بسألك الحين، اقول لك النصراويين حاسين انه من بعد ما رجعت العلاقه وبعدين انقطعت العلاقه مع الرياضيه، هنا عندي اسئله كثير تقول انه والله انتم يعني تعاملونها بكثير من الشخص. تركي انت ايش رايك؟ شوف تركي، طيب انا بقول لك شيء تركي، انت اعلامي محترف الان. عشان احنا اوافقك دام ما قلت اعلامي محترف بقول خلاص عيد معه حق. لا ابدا، ما نبي اقولها. تعرف كل اسرار المهنه. لما يكون نادي مثلا مقاطع الجريده، الاخبار السلبيه فين حتكون؟ حتيجي لحد عندك في المكتب. وانت جالس مكانك تركي، صح ولا لا؟ صحيح. بوثائقها وبادلتها، يعني هذا خبر صحفي في النهايه ما تقدر تمنعه. يعني مثلا اي قضيه، اطراف القضيه، صح ولا لا؟ وين بيروحون؟ للمكان المضمون فيه النشر. بس خلنا اقول لك شيء، بس انا اقول لك شيء، احنا مره يعني دامك تاخذ رايي واقول لك احنا كيف نتعامل في كوره. احنا مره كان في مقاطعه من نادي الاتفاق، زين، قبل 3 سنين صدروا بيان وقاطعوا برنامج كوره. وقتها زي ما قلت الاخبار السلبيه كلها تجي لي. انا كلمت فريق التحرير طبعا، وانت بكيفك انت تتعامل بالطريقه اللي تناسبك. انا عندي 6-7 اخبار لمده 6-7 ايام كلها عن نادي الاتفاق. قلت للشباب في الفريق الاعداد اوزنوا لي الموضوع، اعطوني اخبار عن انديه ثانيه مش بس نادي الاتفاق، لانه انا كمان عندي مشجع اتفاقي ما ابغى يحس اني انا قاعد انتقم منه. انا عارف انه لما يصير عندي خلاف مع عيد الثقيل كل اللي ما يحبون عيد بيعطوني كل الاخبار، واقدر اقول مهنيه، بس ايضا في كمان توازن اعلامي مهم، انه انا
ما اكون والله تكون مصادري كلها في جهه واحده. تركي ايضا انا اتكلم في كوره. طبعا انت كيفك في الرياضيه تسوي اللي تبيه. خليني بقول لك تركي، يعني شوف، وانا تكلمت وياك في الموضوع ده قبل كذا، يعني قبل ده، وتذكر اتفقنا يمكن حتى على تساؤلات عندك موجوده واستضافه انه في البرنامج وكذا. كل الانديه موجود لديها اخبار سلبيه وايجابيه لدينا، حتى النصر والهلال والاتحاد، كل الانديه الجماهيريه. النصر طول العمر يعني احتفينا فيه بشكل كبير عندما حقق المنجزات، عرفتها؟ واستخدمنا حتى يمكن كثير من عبارات الاشاده، عرفتها؟ تمام؟ النصر ويستحق ذلك، يعني ترى على فكره مو منه طبعا، يعني الفريق البطل يستحق ذلك، وافردنا له الصفحات حتى في تحقيق البطولات والمنجزات. يعني يشهد علينا الله ان فعلا نحاول نعامل كل الانديه يعني بنفس الشكل. الاخبار السلبيه موجوده ترى على فكره، يعني اللي ما يعرفوا الجميع، بس ليش؟ لان المقاطعه النصراويه هي اللي في الواجهه، لكن ترى ابرزت السلبي اكثر يعني. لا عندنا اخبار سلبيه عن الهلال. لا انا اقصد مقاطعتكم، اخبار سلبيه عن الاهلي. مقاطعه النصر هي اللي خلت القارئ يعتقد انه سلبيه اكثر. ايوه، خلت العين على الرياضيه فقط. لكن والله شوف، يعني احنا ما محتاجين لهذا الشيء، موجوده كلها على صفحات الجريده موثقه، موجوده كل الاخبار السلبيه والايجابيه لكل الانديه. وعلى فكره يعني وصارت فيه يعني خطوط تماس مع كثير من ادارات الانديه. طيب متى عطنا موعد الحين عشان الجمهور اللي يسمعونك عيد. والله انا بين الايادي، خلينا نتفق على موعد ان شاء الله بعدين. احنا لو تبي امس ما عندي مشكله، مو بكره يعني. بعد الحلقه تفكر وياك على رواق. عيد الثقيل رئيس تحرير صحيفه الرياضيه، شكرا.